تعود أحداث قصتنا بدولة المغرب، حيث قدم من إحدى دول الخليج رجل ثري جدا يدعى أبو فيصل، متوجها مباشرة إلى بيت ساحرة مشهورة بذلك الوقت في أنها خبيرة في أمور السحر والشعوذة والعياذ بالله. كان صيتها شائع في كل مكان بداخل بلدها وخارجه، وبمجرد وصوله أمام منزلها دق مساعده الباب لتفتح له مساعدة سعاد قائلة: تفضلوا، فيما أستطيع مساعدتكم؟ ليقول لها المساعد: لقد قدمنا لمقابلة الشيخة سعاد لأمر ضروري ومستعجل. نعلم أن الكثير من الناس بانتظارها، لكن نحن قدمنا من مكان بعيد وعلى عجلة من أمرنا، فنتمنى أن لا يتأخر موعدنا. فقدم لها بعض المال لكي تستعجل بالأمر، فصدمت من ذلك المبلغ وأدخلتهم إلى غرفة خاصة بهم لوحدهم، وقالت لهم: بالتأكيد، تفضلوا بالجلوس هنا فقط لبضع دقائق، وسأذهب لإخبار الشيخة سعاد بالأمر. لتتوجه إلى غرفة سعاد مسرعة وتقول لها: يا شيخة، يا شيخة، هنالك أناس بانتظارك، وعلامات الثراء الفاحش تظهر عليهم من لبسهم وسياراتهم الفاخرة التي أمام المنزل، لكنهم يقولون بأنهم مستعجلون ويريدون لقاءك فورا. فالتفتت إليها سعاد قائلة: وماذا تنتظرين أيتها الغبية؟ أدخليهم بسرعة ولا تتركيهم ينتظرون أكثر من ذلك. فتوجهت إليهم مسرعة طالبة منهم التفضل بالدخول، ليقرر أبو فيصل الدخول لوحده إلى غرفة الشيخة. وبمجرد دخوله بدأت سعاد بالتهليل والترحيب: يا مرحبا يا مرحبا، لقد زارتنا البركة بوجودك في قريتنا وفي منزلنا المتواضع، فيما أخدمك؟ حسنا، اسمعي يا شيخة سعاد، لقد سمعت عنك الكثير من أحد أصدقائي، ولقد قدمت بنفسي إلى هنا بسبب أهمية الموضوع وسريته. لا تقلق من هذا يا سيدي، فلكل مشكلة حل، وأنت قد أصبت بقدومك إلى منزلي ولن تندم على ذلك. أخبرني بمشكلتك من فضلك. مشكلتي هي أني مقبل على صفقة عمل ستحدد مصيري بأن يزداد نفوذي أو أخسر كل شيء، فمعي في هذه الصفقة منافس لم أجد له أي حل، لذلك قدمت إليك اليوم، وعليك أن تنهي أمر ذلك الشخص، ولا أهتم بأي طريقة كانت. وقبل أن تنطق سعاد بأي كلمة فتح لها أبو فيصل حقيبة مليئة بالمال وقال لها: هذا فقط عربون الصفقة التي بيننا، وعندما أنال مرادي لك أضعاف هذا المبلغ. حينها تفاجأت سعاد من كمية النقود التي أمامها وقالت: اعتبر ذلك الأمر منتهي يا سيدي، فقط اترك لي اسم ذلك الشخص وسوء. أعلم ما تطلبينه. خذي هذا الملف، به كل المعلومات عن الشخص وعائلته وصورهم جميعا، فقط استعجلي بهذا الموضوع، فليس لدينا الكثير من الوقت. حسنا، كما أخبرتك سأنهي الموضوع في بضعة أيام، وسأبشرك عند إتمام العمل ونجاحه لأنال بشراي التي وعدتني بها. لك ذلك، والآن علي الذهاب، فلدي الكثير من الأمور التي علي القيام بها. وبمجرد خروجهم جلست بغرفتها الخاصة واستدعت أحد خدامها من الجن وسألته: ما رأيك؟ ماذا سنفعل بخصوص هذا الأمر؟ ليقول لها: إن الموضوع ليس سهلا كما تظنين، فلحل مشكلة ذلك الرجل عليك القيام بسحر أسود قوي جدا، وللقيام به ستحتاجين إلى قطعة من جثة أحد الموتى، شرط أن تكون تلك الجثة حديثة الوفاة وليست بقديمة. وكيف سنقوم بذلك؟ وأين سنجد تلك الجثة؟ لقد أخبرتك، الأمر عائد لك، تصرفي بذلك الموضوع لينجح سحرنا وينال هو طلبه، وتنالين أنت مكافأتك، فلكل شيء ثمن في عالمنا، التضحية مقابل الخدمة. ثم اختفى من أمامها.